ودور دور وقالوا لي رحل، هاي عيطوا سلم يعطينا الحل، عايشين القصة ما كانش شافينا. السلام عليكم سيد الوالي، تبارك الله عليك. ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، شرفتونا في ولاية باتنا، ولاية الأوراس الأشم، ولاية الثورة، ولاية الجهاد والكفاح والنضال. مرحبا بكم. بارك الله فيك سيد الوالي، وحنا نشكروك اللي استقبلتنا ورابيد كما قال رابيد. مرحبا، احنا الأبواب مفتوحة ونديروا النزول العكسي ساعتنا في الميدان. ايوه تربيه سيد الوالي. على كل حال صراحه انا من محبي، انا تاني كان احنا الفنانين يقول لك عندنا لي فان نتاعنا، وحنا تاني كاين لي فان نتاعنا بحال والي ولايه باتنا. شفناك في الاونه الاخيره ما شاء الله تجاوب مع الشعب وتتنرفى معاهم ويتنرفوا معاك وكانكم اصدقاء. السر في هذا سيد الوالي؟ أنا من الشعب ونحب الشعب وفارح بخدمة الشعب. وإحنا توجيهات تاع السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة مع الولاة الأخير قال باللي لابد أنتم كمسؤولين محليين لازم تهبطوا للميدان وتشوفوا مشاكل الشعب في إطار الديمقراطية التشاركية التشاورية التواصلية، وتتواصلوا معهم وتستمعوا لهم ونحلوا المشاكل حسب الإمكانيات المتوفرة. وبوكو بليس كما قلت نتايا نهتموا بزاف بالمناطق النائية، المناطق الريفية أو ما يعرف سابقا بمناطق الظل، وين لابد نوفروا لهم ظروف الحياة الأساسية اللي هي الماء والتطهير والكهرباء والغاز وفتح الطرقات ووضعية التمدرس والصحة العمومية، اللي هما الأساسيات اللي لابد يتوفروا في المناطق نتاعنا. ولاية باتنا ولاية كبيرة شاسعة، ولاية يعني عندها أهميتها وعندها مغزاها ومكانتها. فيها 61 بلدية وفيها 21 دائرة وفيها 1595 ما بين دوار ومشتى وقرية. هادو كاملة احنا بعد اللي درنا الإحصاء والتدقيق والتمحيص وجدنا باللي من خلال البرنامج اللي أمر به السيد رئيس الجمهورية تكفلنا بهذه المناطق. تقريبا احنا بالنسبة للمناطق الريفية والمناطق الجبلية فيما يخص الكهرباء، باتنا كانت في سنة 2019 شبكة النقل نتاع الكهرباء 60%، اليوم راهي 100% شبكة النقل. فيما يخص الربط بالكهرباء في باتنا كانت في سنة 2019 89%، اليوم راهي 97%. فيما يخص الغاز نفس الشيء، كانت باتنا في سنة 2019 كانت 78%، اليوم راهي 87%. إذن كاين تطور كبير وكاين يعني رقي بخصوص الربط بهذه الشبكة الهامة، ولا سيما وأن باتنا ولاية باردة في الشتاء ونتطلب منا، وزيد تانيك استراتيجية كمنطقة صناعية ومنطقة سياحية ومنطقة فلاحية بامتياز، اللي يطلب الفلاحين الكهرباء باش يطلعوا الماء، اللي يطلب المستثمرين الكهرباء والغاز باش ينتجوا، باش نخلقوا الثلاثية، خلق مناصب العمل، خلق ثروة وخلق والتصدير خارج نطاق المحروقات. الشيء اللي خلى الولاية زيد تانيك كانت مشاكل في الماء. اليوم الحمد لله ببرنامج الطموح اللي تسجل الولاية نتاعنا راهي متقدمة بخصوص تزويد بالمياه الصالحة للشرب، وإن شاء الله في الآفاق نوصلوا إلى يعني إن شاء الله توزيع عادل على مستوى القرى والمداشر وحتى في البلديات اللي كانت عندهم نقص كبير في المياه، ولا سيما بعد التحويلية الأخيرة اللي سجلنا لها برنامج ضخم. وكانت يعني المشروع أسند إلى مؤسسة كوسيدير اللي يخدموا يعني مميزات تقنية يعني عالمية وبتواجد كبير على مستوى الوحدات وعلى مستوى أيضا الورشة بمترين، حوالي مترين. وايضا من برنامج ايضا كبير بخصوص انجاز الانقاب باش يولي عندنا المياه السطحيه والمياه الجوفيه،
لان احنا ولايه باتنا كانت تعتمد كثيرا على المياه السطحيه، ولكن بعد الضعف نتاع الامطار والجفاف وقع لنا مشاكل في سد كدية المضول اللي تمون به باتنا وخنشله. واليوم الحمد لله بعد الامطار الاخيره راهي الامور بدات ترجع الى نصابها، ولكن بعد اللي سجلنا البرنامج نتاع الانقاب يكون يعني عندنا دو سيستيم اللي نعم. وزيد ثاني درنا الماياج، ربط عده بلديات مع بعضها باش كي كل ما كانش من نقدروا نحولوه. وزيد درنا السيستيم نتاع الستوكاج، يعني كثرنا من لي باش دو يعني خزانات المياه باش هكذاك ثاني يكون التوزيع عادل، لان كل ما يكون الماء متخزن تقدر تتحكم فيه خير من بومباج ديريكت. بالاضافه الى وضعيه التمدرس وين عندنا تعليمات باللي النقل المدرسي والاطعام المدرسي خط احمر. ولايه باتنا في عندها 995 ما بين مدرسه ومتوسطه وثانويه. الابتدائيات عندنا 63 ابتدائيه. كانت الإطعام فيها سنة 2019 300 مدرسة اللي تقدم الإطعام، اليوم راهي 557 مدرسة تقدم الإطعام الساخن. هناك مبلغ مالي ضخم سجل من أجل التكفل بالنقل المدرسي وترميم المدارس وأخذها بعين الاعتبار. أيضا هناك تدعيم للوجبة المدرسية والحقيبة المدرسية. أيضا هناك فتح مسالك في القرى والمداشر، وأيضا تسهيل العمل على الفلاحين باعتبار أن ولاية باتنا فلاحية بامتياز، تعتبر الأولى على المستوى الوطني في الأشجار المثمرة، لا سيما التفاح والمشمش وغيرها من والأعلاف وغيرها من بعض المنتوجات الفلاحية الهامة. أيضا هناك أيضا اهتمام كبير بالصحة العمومية، وين راهي ولاية باتنا اليوم راهي قطب فيما يخص زرع الكلى، ووصلنا حتى 700 عملية زرع ناجحة، وزرع القرنية نعم بأطباء جزائريين كل جزائري 100%. الحمد لله راهم يخدموا. زدنا درنا المداومة في عدة عيادات ومصالح ومراكز صحية على مستوى منتشرة عبر كافة إقليم الولاية. بالإضافة إلى ذلك دعمنا هذا القطاع بسيارات إسعاف مجهزة بكل التجهيزات وكأنها يعني عيادة متنقلة، وين تساهم بتوصيل تخصص يعني كشف متخصص للمناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق الجبلية. ويكون هناك أيضا زيارة للطبيب عن طريق القوافل الطبية. وأيضا فيما يخص الطرقات هناك اهتمام كبير، ولا سيما في وسط المدينة وين رانا دوك نقوم بعمليات نتاع واش الناس الدوالي هنا شويه قال لك باتنا حفروها باش بقات 20 متر يدير القنطره بين الكشيده اللي تخرج للطريق تاع الرافم وراهي ملي راح صيده وهي مقفوله. وعلى ما يديروش لها بون، على ما يديروش لها قنطره ينقصوا لا سيركيلاسيون. يا سيدي والي راه يقول لك يا سيدي والي راه عندنا بروبليم في القنطره. ايه القنطره تاع كشيده ما يكملوهاش، تاع الواد تاع كشيده. احنا علاش على بالي يا خويا يخدموها، تخص هذيك تنقص لا سيركيلاسيون، تجي من السبيطار للرافم بلو 20 متر مساميه تاع الرايه طريق تاع الماشينه مش مخدوم علاه يعني. هذه تسمى والي ما يخدمش غير هذه علاه مش الوالي ما قلت لا افهمني مليح، يتبع لي بروجي يكمل لا فيناسيون تاعو. ملي راح سيده ما تخدمتش، ملي راح سيده سيدي والي قال لك هذه البلاصه ما تخدمش. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل كنت غايب على بالي. عندنا مشاكل، لا نقول لك برك تسمى، نقول لك الصراحه عندنا مشاكل في الطرق ما مش مخدومين مليح. عندنا مشاكل في الترونسبور من باتنا الحمله تروا، يعني المرة يعني نرجعوا نعملوا لكم القنوات المياه. قنوات المياه روح شوف اللي عاودوهم دوزون تروازون تدخل تقطع لي الطريق 70 قطعه طوموبيل تروح تتهرس، لا بدي يروح يتهرس. تقول لي احنا يا خويا خدمت درت السبونسور تاع الماء يرجعوا كفريه ما تخليه يرجع منو ثلاثه قسما بالله. عندي انفويت هي الحقيقة وجدنا باللي شبكة المياه الصالحة للشرب كانت مخدومة بمقاييس قديمة وغير صالحة وغير صحية. نعم وغير صحية، ومن 72 لم يتم تجديدها. وين احنا اليوم خديناها على عاتقنا
وسجلنا مبلغ مالي كبير، واكثر من 50 كيلومتر سوف يتم اعادتها بالمقاييس التقنيه يعني وتكون صحيه بي في سي. وايضا وقلنا ما نقدروش غير نخدموا شبكه المياه الصالحه للشرب ولا شبكه التطهير، يعني بعد نجددوها اللي من 72 لم تجدد، واصبح فيها بزاف تسربات، 30% من المياه اللي تروح تسربات. ووقعت لنا مشاكل فيما يخص الامتياج عن طريق يعني التسربات نتاع يعني شبكه التطهير مع الاختلاط مع المياه الصالحه للشرب، وين فرض علينا باش لابد ندخلوا بسرعه. وين لم يعني يتم التفكير في هذا العمل اللي هو هام وهام جدا وضروري ومن اجل المحافظه على صحه المواطن. اذا بدينا في العمليه، ولكن قلنا ثانيك ما دام بدينا في العمل ما بغيناش نرجعوا الطريق ونزيدوا نديروا القدرون ونولوا نفتحوا. بعد عندنا مشكل نتاع الكهرباء ونتاع الغاز، وين هاد اللي تويو نتاع الغاز ثاني اصبحوا غير مقبولين وفيهم لي فويت وما مش بلي نورم. عاودنا ثاني سجلنا 113 كيلومتر من اجل ثاني نديروا اعادتها، ومن بعد نعاودوا نرجعوا الطريق احسن من اللي كانت في السابق، ونتعهد نرجعوها احسن من اللي كانت في السابق. يكبروا بالهم معنا، وين عطينا احنا التعليمات سونار غاز ومديريه المياه والبلديه باش يديروا الاشارات ويديروا كل التوجيهات باش المواطن يكون على باله. ودرنا لهم عده يعني اعلانات باش يكونوا على بالهم، ودائما لصالح المواطن من اجل الحفاظ على صحته، ومن اجل ايضا تقويه الكهرباء والغاز، وين كانت باتنا من الستينات لما يتم تجديد شبكة الكهرباء والغاز. وين دركا كان عدد السكان 2000 ولا 3000 نسمة، اليوم راهي 400,000 نسمة، وين يتطلب التوسعة والتقوية في شبكة الكهرباء وفي شبكة الغاز، الشيء اللي أننا قايمين به حاليا على مستوى ولاية باتنا. وهذه الحفارة راها عملية عن ورشات مفتوحة كبيرة ومبالغ ماليه ضخمه من اجل التكفل باحتياجات المواطن. يا العزيز احنا نطالبوا السلطات انه يطلعوا في الشباب بزاف وبزاف، باسكو الشباب هما الكنز تاع الولايه هذه. سما بلا شبيبه ما نطلعوش، كفا راح تطلع شياب هاي ما تصلحش اخويا. علاش ماشي دركا لي بوست شكون اللي راه محاكمينهم؟ قول لي برك دركا لي بوست شكون اللي راه محاكمينهم؟ عطيني شاب وحاكم بوست ما كانش خويا. رؤساء بلديه قال لي خويا الشبيبه مريحين، ينوض صباح ربي اللي ينوض ياكل كبدوه ينسى الواقع هذا اللي راه عايش فيه. هاي ما تصلحش اخويا. المناطق اللي تكون معزوله دي فوا نلقاو الديار متفرقين، سورتو هذوك الناس المواله كما نقولوا، تلقى بين المنزل والمنزل 1 كيلومتر، هذوك كيفاش ديروا لهم الغاز؟ احنا على كل حال على مستوى ولايه باتنا وصلنا الشبكه نتاع الغاز لجميع المناطق، ما عدا بعض المناطق الجبليه البعيده اللي وين تتطلب مبلغ مالي ضخم باش نقدروا نوصلوا لها. درنا لهم غاز بروبان عن طريق لي سيتير، درنا 130 مسكن وصلناها بغاز البروبان. نعم، حل مفيد، وفي انتظار في المستقبل ان شاء الله توصل لهم الشبكه ومربوطين بشبكه الغاز عن طريق البروبان يعني لي سيتير. 130 مسكن، وزدنا ربطنا 28 مدرسه ابتدائيه اللي ثاني ايضا ما قدرناش نوصلوا لها الشبكه، ودرنا ربطناها بالغاز بروبان. وهي عمليه يعني استباقيه باش يستفادوا من حقهم من الغاز ويطيبوا به ويسخنوا به، وراهم في حاله عاديه. باقي المناطق اكل واصله لها الشبكه، يعني سواء اللي راهو في البرنامج مسطر والان راهو في قيد الانجاز، سواء اللي راه الناس استلمناهم. الناس استلمنا قريب 25,000 سكن فيما يخص الغاز، و21,000 سكن فيما يخص الكهرباء، اللي يستفادوا في خلال هذه الفتره من الربط بالكهرباء والغاز. طيب سيدي والي، اسكو الزياره تاعك كي تخرج الميدانيه هي تكون مبرمجه؟ اسكو في بعض الاحيان انت تاخذ قرار قال انا ما نمشيش منها نروح منها؟ هي الحقيقة زيارة تفقدية للبلديات والمناطق هي مبرمجة من أجل تفقد السكان واتصال بهم في إطار الديمقراطية التشاورية، ويعني التفاعل معهم وأخذ حوار مباشر من أجل مشاركة المواطن نعم، من أجل مشاركة المواطن في قراراته
ويعني تحسين إطاره المعيشي في التنمية. ولكن المفاجئة أو الزيارات الفجائية هي تكون للمؤسسات التي تقدم الخدمة العمومية من أجل مراقبتها، هل هناك يعني التزام من أجل تقديم الخدمة العمومية بما يتطلب القانون، أو هناك انفلات. وأيضا تكون فجائية من أجل التأكد من استقبال المواطن والصات له وفتح سجل الشكاوى وفتح سجل الاستماع. هذه اللي تكون فجائية على غرار المستشفى ولا صالح اللي تقدم خدمة عمومية، البريد أو الكازورا ولا الكازنوس ولا غيرهم من المؤسسات اللي قدموا خدمة عمومية. هذو اللي يطلبوا منا في بعض المرات ندير لهم زيارات فجائية من أجل التأكد من أن هذه المصالح راهي قاعدة تقدم الخدمة كما هو مطلوب ويستفاد منها المواطن ولا لا. أما باقي البرامج فهي برامج مسطرة باتفاق مع رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات، المسؤولين المحليين، رئيس مجلس الشعب الولايي، ويحضروا لها المجلس الأعلى للشباب، كالشباب الإسلامية، الهلال الأحمر، المرصد الوطني للمجتمع المدني، وكل الهيئات الفاعلة، نواب البرلمان بغرفته، ونروحوا ونطمنوا على المواطنين ونتفقدوا المشاريع، ويكون بيناتنا وبين المواطن حوار من أجل يعني وإيجاد الحلول المناسبة اللي يرضى بها المواطن. وين احنا أيضا كنا عطينا حتى توجيهات للسادة رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات ما يكونش تسجيل المشروع إلا بعد يكون تحاور وطلب من طرف المواطن باللي هو راضي بالمشروع هذا وقابله باش يحسن له المستوى المعيشي تاعو. طيب يا سيد الولي، شناكم دي فوا في بعض الاحيان في الخارج تاعكم توبيخات بزاف لرؤساء البلديه وفي بعض الاحيان حتى مدراء؟ احنا على كل حال والله زملائنا، ولكن بعض المرات كي تلقى اخطاء ماذا بك يعني تحسن من الاداء، وهي عباره عن يعني توجيهات من اجل يعني اخذ بزمام الامور والوقوف، نعم، والوقوف على المشاريع والوقوف على المواطن، وايضا التحكم في المشروع من اجل يعني باش نقصوا من مده الانجاز، وباش تكون ايضا يكون هذا المشروع بالمواصفات التقنيه المعمول بها عالميا. الحضور في الورشه، العمل 3 فواويت، توفير الامكانات الضروريه سواء كانت الماديه والبشريه وغيرها. والشيء اللي بعض المرات كيكونوا نقائص ولا نصحوا بعضنا ونوجهوا بعضنا من اجل يعني من اجل المصلحه العامه ولا غير. تري بيان. اوكي سيد الوالي، هنا في ولايه بتنا اسكو كاين ازمه سكن ولا ما كانش هنا في ولايه بتنا؟ هي على كل حال الازمه تاع السكن انا بالنسبه لي ماهيش ازمه، ولكن كاين هناك تهافت. احنا على كل حال على مستوى ولايه بتنا عندنا طلبات كثيره، وعندنا سكنات اللي وجدناها ووزعناها أكثر من 19,000 سكن يعني لمختلف الصيغ. وعندنا في خلال سنة 2023 لوحدها وزعنا 3600 وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ. ما نقدم عندي 3 أولاد كراي، الحالة راهي من الصباح أنا نازع من 2012 وأنا نجري للدائرة الولاية الآخرة السكنة هيه 3 أولاد كراي 2 ملايين ما نخدمش. تروح للدائرة تقول له بغيت نشوف شاف الدائرة، يقول لك دير الطلب. درت الطلب في 2019 شتو حط لي الدوسي هكا، دار لي فيه واحد النقطة حمراء، خلصنا. وسجلنا برنامج جديد، نشكر جميع السلطات العمومية على تسجيل برنامج جديد اللي كانت بكري الولاية مش مستفيدة منه بسبب عدم وجود الأرضية العقار، بسبب أيضا عدم استهلاك الحصص القديمة وعدم الانطلاق فيها. وين انطلقنا 3500 وسجلنا 3700 جديدة بمختلف الصيغ، ووزعنا أكثر من 4000 وحدة سكنية، الشيء اللي خلى الأمور بدأت تمشي شيئا فشيئا. ولكن حنايا لقينا باللي هناك إشكال بالنسبة للمواطن في توجيهه، وين فتحنا مكتب على مستوى ديوان الوالي من اجل توجيه المواطن. لان تلقى بعض المواطنين تلقاه داير ملف في السكن الايجاري العمومي وهو ما عندوش حق لانه يخلص 5 ملايين ولا 4 ملايين وموظف. هنا نوجهه يروح للبيا يعني الترقوي المدعم، ويروح العدل، ولا يروح البناء الريفي اذا كان موجود في المناطق النائيه ولا المناطق الريفيه، وين ولا يروح التجزئات وين المناطق اللي فيهم تجزئات.
يعني هذا المكتب تاع التوجيه حسن كثيرا من الناس وين كانوا يرتبكوا. هو يدير ملف ومن بعد يقعد يستنى ينتظر 5 سنين 10 سنين، كاين اللي 10 سنين، ومن بعد في المستقبل يجي يلقى روحه ما طاونيش وهو ما توفرش فيه الشرط. احنا هذه العمليه بدينا نصفوا بها الملفات وبدينا نفرزوا وبدينا نوجهوا المواطنين باش كل واحد يروح للتخصص اللي يعني يليق به واللي يكون على حساب امكانياته. والدوله وفرت كل الصيغ من اجل يعني استقطاب المواطن حسب الفئات وحسب الصيغ، وكل مواطن الا ويروح للصيغه اللي تناسبه، سواء ريفي، سواء تجزئات، سواء ترقوي مدعم، سواء عدل، سواء اجتماعي، على حسب التخصص وعلى حسب الفئات وعلى حسب ايضا التركيبه نتاع الاسره. طيب مش نطولش عليك، انا عابر عندك خارجات. هنا في وسط مدينه باتنا كاين اسكو السيد الوالي يقدر يتخذ قرار اور العداله. مثلا واحدين عندهم مشكل في نزاع، هما عندهم قطعه اراضي، رانا صورنا في واحد المنطقه تسمى حمله واحد. في 2007 جات واحد التعاونيه يسموها الاصيل، صح، التعاونيه العقاريه الاصيل، صح، اشترات وتعلم علم اليقين باللي هذه المنطقه راهم شارينها مواطنين. راحت اشترات على الورثه نتاع السيد معرف فضيل اللي شرينا عليه الارض الاولى. صح، ايوا صح. بعدها واش صرا في 2011 سما باش نزربوا الاحداث شويه، هما قال لك شرينا ارض بكري بمبلغ رمزي، ارض عرفي، ومن بعد داتها وكاله عقاريه، ومن بعد قال لك اسكو الوالي يقدر ياخذ قرارات في هذه الامور؟ لا، هو على كل حال الوالي هو سلطه تنفيذيه على المستوى المحلي يعمل على تطبيق القانون. لو كان كاين قرار من العداله احنا ننفذوه. قرار العداله فوق الجميع باسم الشعب، وحنا نرضخوا لقرارات العداله وننفذوها ونطبقوها. فئة اتجهت للعداله وربحتهم وعندها صيغه تنفيذيه، واللي هنا في باتنا ما بغاوش ينفذوها. دوك اي ملف او في العداله احنا ما نقدروش ندخلوا فيه الا بعد ان تفصل العداله، ولما تفصل العداله القرار اللي تاخذوا العداله نمشوا معاه ونطبقوه. والشخص اللي يشوف باللي راه مضرور من هذا القرار من حقه يطعن ومن حقه يستأنف، لأنه هناك عدة طرق من أجل أخذ حقه وما ضاع حقه ما راه يطالب. ولكن قرارات العدالة إلزامية وتطبق فورا، ونحافظوا ونجتهدوا باش نقوموا بالدور نتاعنا من أجل تنفيذ قرارات العدالة. سيد الوالي عنده شي نوض ولا بليتو عنده شي يرقد ولا قداش ينوض؟ نرقد الوحدة نتاع الليل ونوض على 6 نتاع الصباح. وهكا ماكش دير ازعاج للعمال؟ لا انا والفت هذه والف نتاعي، لانني لما نكمل العمل نتاعي في المكتب ساعات حتى ل 11 تاع الليل، كي ندخل المنزل عندي تاني انشغالات مع الاسره، وفي نفس الوقت ايضا نبغي نكتب، نبغي نقرا، ونوض بكري لابد من اجل ففي البكور بركه. على كل حال سيدي الوالي نقول لك نشكرك بزاف. صراحة احنا نفتخروا بكم كي تكونوا كاين، ولا انتم الشيء اللي كديروا فيه واجب يا اخي، واجب خدمتكم هذه، ولكن احنا ثاني نفرحوا كي نشوفوا ناس بحالكم يخدموا. نقول لك بارك الله فيك وربي يخليكم لخدمة الوطن والمواطن. نقول لك بارك الله فيك. تحب كلمة من قلبك لينا ولا والله نشكركم جزيل الشكر ومرحبا بكم، وانا نتواصل معكم وشفتكم دائما راكم متألقين وتحاولوا توصلوا الانشغالات تاع المواطن. بالمناسبة هذه نشكركم جزيل الشكر، ونتمنى لكم إن شاء الله السنة المقبلة سنة إن شاء الله مليئة بالنجاحات والتألق والأمن والاستقرار لبلدنا الغالي الجزائر، وحفظكم الله وكل عام وأنتم بخير. تحية الجزائر. ربي يخليك. احنا كما قال في الشعار تاعنا ولفتوه، نقول لكم تبقاو على خير يا وجوه الخير. هذه المواطن يا اللي صار فيكم التير وتخلطوا لكم لي زافير ما عرفتوها من عند الوالي ولا من عند المير. اليوم راني عند سيد الوالي، اسكو لي زافير يتخلطوا عندكم ولا يتخلطوا عند المير؟ المواطن كيتخلط له الوالي ويفرض لك المير. ما تخلطش ان شاء الله، ان شاء الله ما تخلط ان شاء الله. ما تخلط على كل حال. اي يا ربي يحفظكم ان شاء الله. احنا نسكن بزاف سكان باتنا الشويه الحراره، نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. خدمت اكثر من برنامج، خدمت برامج بزاف. قال صراحه لقيت ناس طيبين هنا الشويه ما شاء الله، اكلنا شخشوخه، المهم فرحت معاهم، زهيت معاهم بالقصبه. نقول لكم راه عندكم والي ما شاء الله، نتمنى لك التوفيق سيد الوالي.
نتمنى لك التوفيق، وانتم تاني روحوا بالعقل. نقول لكم تحيه الجزائر. السلام عليكم، تبقوا على خير. لولاية باتنا الدكتور محمد بن مالك، ان شاء الله تكون عندنا زيارات اخرى لكامل ولاة الجمهوريه هكا، باش كما قال احنا تاني نزيدوا نقربوا للمسؤولين، والمسؤولين بطبيعه الحال على كل حال صراحه راهم يستقبلوا كامل الصحفيين وثاني المواطنين. احنا نقول لك السيد الوالي بارك الله فيك، مشكور، نتمنى لك الصحه والعافيه وطول العمر. كان معك سليم ألك قناة الوطنية. شكرا تاني لصديقي توفيق لتيم مراسل برنامج دوار، وتحياتنا لأمن ولاية باتنا وسكان باتنا الشوية الحرارة. سلام.